الوصفه ديال اليوم سهله بزاف ولذيذه بزاف. الا عندك البيض والبطاطس ضروري تحضري هاد الوصفه. ما كنحتاجوش فيها مكونات بزاف، اقتصاديه بزاف وسهله ولذيذه بزاف. تنفعنا وتنفعكم بزاف. وبلا ما تقليو البطاطس، ما غاديش تعاودوا تقليوها من بعد ما غادي تجربوا هاد الوصفه. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للحبات ديال البطاطس على حسب الافراد ديال الاسره ولا على حسب اللي بغيتو. انا عندي هنا 4 الحبات ديال البطاطس، وممكن تستعملوا البطاطس اللي بغيتو، الحمراء ولا البيضة، حيت ما غاديش نقليوها. صافي غادي نقشر البطاطس. وغادي نديرها هكا في الماء اللي يكون فيه هكا قطرات ديال الخل. كنغسلو البطاطس مزيان وكنعاودو نغسلوها مره اخرى. من بعد ما غسلنا البطاطس مزيان غادي نقطعوها. كنحاولوا نقطعوا البطاطس صغيره مربعات اللي يكونوا صغار بزاف، وكنعاودوا نغسلوها من النشا ديالها. كنحاولوا نغسلوها مزيان، نغسلوها هكا 2 مرات. من بعد ما قطعت الكميه اللي عندي ديال البطاطس كامله غادي نغسلها مزيان ونرجع معاكم. كنجيب واحد الكاسرونه وغادي ندير فيها البطاطس. هاد البطاطا ممكن تطيبوها بجوج ديال الطرق، يا اما ديروا لها نص طيبه يعني تسلقوها نص سلقه وتكملوا لها الطياب في المقله، ولا تسلقوها حتى طيب عادوا ديروها في المقله. انا غادي نسلقها حتى طيب وغادي نكمل في المقله. عندي هنا 2 ديال الفصوص ديال الثوم اللي غادي نفرمهم. الثوم ضروري ديروه في هاد الوصفه، كيعطي واحد اللذه زوينه للبطاطس. وعندي هنا 3 ديال البيضات، وممكن ديروا 4 ديال البيضات حيت درنا 4 ديال البطاطس. انا استعملت هنا 3 ديال البيضات. غادي نضيف لهم الملح والفلفل الاسود، وكذلك غادي نضيف لهم شويه ديال القزبر يابس اللي ممكن تعوضوه بالقزبر طري ولا ممكن ديروا حتى الزعتر. كنضربوا البيض مزيان حتى كنحصلوا على داك القوام اللي كيكون هكا كريمي، باش كتجينا هاد الفطيره كريميه وكتجينا زوينه، حتى كنحصلوا على هاد القوام. صافي جبت هنا واحد المقلاة اللي غادي نستعمل. درت فيها زيت الزيتون وكنديروا فيها البطاطس من بعد ما طابت. كما قلت لكم انا خليتها حتى طابت، وإلا بغيتو نتوما ممكن ديروا لها نص طيبه، هكا كتجي اسهل وفي نفس الوقت راه كتجي خطيره في المذاق بهذه الطريقه. غادي ندير البطاطس ديالي فوق النار اللي تكون متوسطه باش كتقلى مزيان هاد البطاطس وكتشحر. كنضيف لها دوك 2 ديال الفصوص ديال الثوم باش كيطلقوا فيها وكيتشحروا مع البطاطس. وكذلك ضفت لها الربيع ولا القزبر ومعدنوس اللي طري ومفروم. هنا كنخليوها هكا حتى كتبدا تشحر، ونضيفوا لها كذلك شويه ديال الزعتر اللي كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف. كنبقاو نحركوها في الاول غير هكا بالمقلاة باش هكا ما تعجنش معنا البطاطس حيت طايبه.
وكنخليوها هكا على النار اللي تكون متوسطه، ونبقاو نحركوها حتى كتقلى مزيان. ضروري انها تقلى مزيان وتطيب مزيان وكتشحر ويدخلوا فيها كاع المكونات باش كتجينا لذيذه وما كتجيناش بحال اللي مسلوقه. هاد البطاطا بهاد الطريقه كتجينا بحال اللي مقليه وكتجي فيها ديك النسمه ديال دوك الاعشاب اللي درنا لها. وكذلك راني ضفت لها حتى شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود على حسب الذوق، يعني غادي تذوقوا. هنا ضفت شويه ديال الفلفل الاخضر الحلو اللي مقطع صغير، كيعطيها واحد المذاق زوين وكذلك كيعطيها واحد القرمشه. وصافي كنبقى نحرك بحال هكا حتى كنخليها تقلى مزيان. بغيتو تغطيو عليها ممكن، بغيتو تخليوها هكا. هنا كنحاول هكا نضغط هكا على البطاطس، نقادها باش ندير فوق منها البيض وتجي متماسكه. صافي انا جبت الحبات ديال البيض، غادي نحاول نخويهم كامل على البطاطس كامله باش كتجي مجموعه، وحتى في الجوانب كنحاولوا ما نخليوش حتى شي بلاصه بلا بيض باش كامله كتجي مجموعه. والمقله ما تكونش لاصقه. وهاد الوصفه الا ما بغيتوهاش هكا ممكن تحركوها الا كانت هكا المقله كتلصق. هنا كنقص لها النار بزاف وكنخليها حتى كطيب مزيان من التحت وكيطيب البيض. وهنا غادي نقلبها هكا بصينيه، غادي ندير فوق منها الصينيه وغادي نقلبها كما معروف. صافي غادي نقلبها في الصينيه وغادي نردها ولا هكا بشي طبسيل، وغادي نردها الطيب على نار اللي تكون مهيله حتى باش كطيب مزيان وما كتحرق لناش. كنحاول هكا نضغط باش البيض يتماسك مزيان. كما شفتوا انا كان خصني ندير 4 البيضات باش كتجي متماسكه اكثر. هنا راها شاده راسها غير وكنكثرنا البيض ما غاديش هكا تبقى تبان البطاطس. وصافي جبت هنا الفرماج، اي نوع ديال الفرماج بغيتو ممكن تستغناو عليه، درتو هكا من الجوانب كتزين. وفي نفس الوقت هكا كمذاق انا استعملت الموتزاريلا وعاود غطيتها باش يذوب الفرماج. وهنا من الفوق غادي نزينها هكا بشويه ديال الربيع، ممكن ديروا فيها الفرماج كامله ولا هكا تخليوها كما درت انا في الجوانب هكا كتزين. وها هي واجده معانا. ممكن تقدموها هكا ترافقوها بوحدها، ولا ممكن هكا تضيفوها مع مرافقات ولا عصير، ولا هكا حتى الوجبه ديال الفطور، ولا للاطفال هكا ديروها لهم كساندويتشات. المهم تقدموها بالطريقه اللي بغيتو. انا قطعتها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، راه كتجي خطيره في المذاق وغادي تعجبكم وتعجب وليداتكم بزاف بزاف. وما تحتاج البطاطا والفرماج. ها يم 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 يم.